لو قلتلك إن في بلد المحتل دخلها بكل قوته، دخل جيشها، سيطر على حكومتها، وبقى هو اللي بيصدر القرارات ولكن على ورق، مفيش أي كلمة بتقول إن هو محتلها. ممكن تفتكر إن دي جملة متناقضة، ولكن الحقيقة إنها الواقع اللي عاشت فيه مصر قبل أكتر من قرن. بلد كانت ماشية بقانونين، واحد للمصري وواحد للي جاي من بره. بلد كان بيتحدد مصيرها بقرارات ناس مش من أهلها أصلا. والغريب إن ده كله ما حصلش في يوم وليلة، ولا بانقلاب، ولا حتى باحتلال معلن. اللي حصل كان أهدى من كده وأخطر بكتير. والقصة اللي حكاها المؤرخ عبد الرحمن الرافعي في كتابه تاريخ الحركة القومية، وكمان الباحث جون كول في كتابه Colonialism and Revolution in the Middle East، كان تأكيد على إن اللي حصل في مصر كان أغرب من أي احتلال تاني. والنهاردة في سطر وحضارة هنفتح باب من أبواب التاريخ اللي قليل جدا بيحكي عنه، ونرجع لسنة 1882، سنة اتغير فيها مستقبل مصر بالكامل، من لحظة دخول الإنجليز مصر لحد اللحظة اللي المصري قرر فيها يقف ويقول كفاية. يلا نبدأ ونشوف الحكاية كانت ازاي من أول السطر، وده لأن لكل سطر أثر ولكل حضارة قصة. قبل الاحتلال البريطاني بسنين طويلة، كانت مصر ماشية على حافة الانهيار ومن غير ما الناس تحس. كانت متعلقة بالكامل بزراعة القطن، وده اللي خلى القطن مش مجرد محصول، لكنه بقى العمود الفقري لاقتصاد البلد. ولما دخلت أمريكا الحرب الأهلية في ستينات القرن 19، أوروبا احتاجت القطن المصري بجنون، فزادت أسعاره، وافتكر المصريين إن الغنى جاي. لكن أول ما أمريكا رجعت للسوق، الأسعار انهارت. وقتها مصر وقعت في ديون ضخمة، فالخديوي إسماعيل استدان من إنجلترا وفرنسا فوائد كبيرة جدا، وده عشان يلحق مشاريعه زي قناة السويس، المدينة الأوروبية، مشروع باريس الشرق، السكة الحديد، وشبكات المياه والغاز وغيرها. ومع كل قرض كانت الدول دي بتاخد حق التدخل في شؤون مصر. وهنا نقدر نقول إن الاحتلال بدأ من الورق، من غير ما جندي واحد حتى يدخل البلد. القطن وقتها ما كانش مجرد زرع، كان سياسة عالمية. مصانع أوروبا كانت واقفة على الإنتاج المصري، فبقوا عايزين يتحكموا في السعر والكمية والنقل والجمارك. وكل ما الأزمة بتسوء، كانت أوروبا بتزود الضغط على مصر. فعشان كده المؤرخين وقتها كانوا بيقولوا التعليق المشهور: القطن دخل السياسة، ولما دخل السياسة سحب الاحتلال وراه. وده اللي اتذكر في كتاب Cotton and Egyptian Economy للكاتب روجر آين. وفي اللحظة اللي كان التدخل الأجنبي بيزيد، الجيش نفسه كان بيتعرض للإهانة، فالأجانب كانوا بياخدوا أعلى المناصب والمصريين مهمشين، الرواتب قليلة والترقيات واقفة. أحمد عرابي والضباط المصريين حسوا إن الجيش بقى جيش بلد مش بلدهم، وقرروا يواجهوا الخديوي توفيق اللي كان بيميل للأجانب في كل قرار بياخده. وفي المواجهة الشهيرة بينهم سنة 1881 قدام قصر عابدين، أحمد عرابي ما كانش بيتكلم وقتها كظابط، لكن كان بيتكلم بلسان شعب كامل، وقال جملته الشهيرة وقتها: لقد خلقنا الله أحرارا، لن نورث ولن نستعبد بعد اليوم. الجملة اللي عملت هلع في لندن وباريس، واللي أكدته الباحثة عفاف لطفي السيد مارسو في كتابها Egypt and the Cromer. ومن هنا بريطانيا قررت تستخدم القوة. في يوليو سنة 1882 الأسطول البريطاني وصل شواطئ اسكندرية بحجة حماية الأجانب وإعادة البناء. بدأت مناوشات بين الأهالي والجنود، وفجأة المدافع اشتغلت. اسكندرية اتغلفت بالدخان، عشرات المباني اتدمرت، وناس كتير قوي اتشردت. القصف مغيرش شكل المدينة بس، لكن غير الصفحة اللي دخلت منها بريطانيا مصر الرسمية. فالقوات البريطانية نزلت برا واتحركت ناحية قناة السويس في طريقها لأخطر معركة، وهي معركة التل الكبير. بعد ما الإسكندرية اتقصفت، بريطانيا ما كانتش جاية تهدد ولا تستعرض قوة، بريطانيا كانت جاية تكمل الاحتلال، فاستخدمت قناة السويس ونقلت قواتها ناحية الشرق بسرعة كبيرة قوي. الهجوم البريطاني بدأ قبل الفجر في معركة التل الكبير. الظلام كان ساتر الإنجليز، والمصريين اتفاجئوا بضربات سريعة متتالية، فالمعركة خلصت أسرع ما ناس كتير قوي بتتصور، لكن نتيجتها كانت ضخمة وكبيرة قوي. فالطريق للقاهرة
اتفتح واحتلال مصر بقى أمر واقع، ومن هنا بدأت فترة احتلال بريطانيا لمصر. بريطانيا ما أعلنتش الاحتلال بشكل رسمي، وده مش كلامي، ده كلام تيموثي ميتشل في كتابه Colonizing Egypt، واللي بيشرح فيه ازاي الإنجليز احتلوا مصر من غير ما يحتلوها بشكل رسمي. هنا ندخل للغز الحقيقي. مصر كانت على الورق جزء من الدولة العثمانية، والخديوي هو اللي بيحكم مصر بشكل علني، بس الحقيقة كانت إن المندوب السامي البريطاني هو الحاكم الفعلي، وكل قرار في الدولة لازم يعدي عليه. الموضوع ده شرحه روجر أوين في كتابه لورد كرومر، وقال إن مصر وقتها كانت دولة ضمن دولة، لكن الدولة الحقيقية كانت بريطانية. فالمصري كان محكوم عليه إنه يعيش في نظام قانوني مش فاهم مين اللي بيحطه، وده كان مقصود لأنه بيديك دولة مش مفهومة، فبالتالي مش هتعرف تقاوم. بريطانيا كانت فاهمة إن السيطرة مش بس بالجيش، لكن السيطرة الحقيقية كانت بالقانون. والموضوع ده شرحه تيموثي ميتشل إن الاحتلال كان مبني على إدارة الحياة اليومية للمصريين، وده خلاهم يفكروا هيعملوا إيه. فقالوا نعمل قوانين تحط المصري جوه دايرة ضيقة، وتخلي للأجنبي مساحة يتحرك بيها في البلد براحته. والسبب لده كله عشان يمنعوا أي ثورة شعبية جديدة من بعد ثورة عرابي، ويحموا قناة السويس، ويحموا الأجانب من القضاء المحلي، يسيطروا على الاقتصاد المصري، وينهوا أي دور سياسي للمصريين. والأسباب دي موجودة في كتاب جون كويل Colonialism and Revolution in the Middle East، واللي وضح فيه إن الإنجليز كانوا شايفين إن أفضل طريقة للسيطرة على الناس هي قوانين تحكمهم. علشان كده كل قانون من قوانين الاحتلال كان ليه هدف واحد مشترك، وهو إحكام السيطرة على المصريين. قانون واحد بس كفيل إنه يخلق بلد فيها نوعين من البشر، وهو قانون نظام الامتيازات الأجنبية والمحاكم المختلطة، القانون اللي كان أول خطوة للاحتلال، واللي اتشرح في كتاب ناثان براون The Rule of Law in Arab World. مضمون القانون إن الأجنبي يتحاكم في محكمة أجنبية، أما المصري يتحاكم في محكمة محلية، حتى لو الاتنين عملوا نفس الجريمة. وده اللي خلى المصري يحس إن العدالة كانت للناس معينة وقتها. ونيجي بعدها لقانون الأحكام العرفية، قانون الطوارئ. وزي ما وضح الرافعي إن الأحكام العرفية تحولت من إجراء مؤقت إلى حالة دائمة، وده عشان الإنجليز يمسكوا البلد من رقبتها، واللي مضمونه إن الجيش يقدر يعتقل أي حد من غير محاكمة، ويفتش أي بيت، ويطبق حظر التجوال، ويكون في محاكمات سريعة. وده ظهر بوضوح بعد حادثة دنشواي. القصة بدأت لما شوية ضباط إنجليز راحوا يصطادوا في قرية وقتلوا زوجة فلاح بالغلط، فالفلاحين اتخانقوا معاهم، والمفروض إنه حادث بسيط اتحول لمحاكمة مرعبة. فاتعملت محاكمة عسكرية قاسية، واتشنق فلاحين قدام أهلهم، واتجلد ناس واتحبس غيرهم. أوروبا وقتها اتصدمت من العنف ده، بس بريطانيا كانت عايزة توصل رسالة إن أي حد هيعترض ولو اعتراض بسيط هيدفع الثمن. وبعد حادثة دنشواي أي تجمع بقى مصدر تهديد للاحتلال البريطاني، فعملوا قانون حظر التجمعات سنة 1907. أي 5 أشخاص واقفين مع بعض بدون إذن ممكن يتحولوا لحركة مقاومة ونية للشغب، حتى لو كانوا واقفين بيتكلموا عادي. فبيث تارنت في كتابها The Woman Awakening in Egypt شرحت إزاي الإنجليز كانوا بيمنعوا أي تجمعات، حتى لو التجمعات دي شبابية، حتى لو هم شايفين إن هي مش مفهوم. فالقانون ده كان بيتعامل مع الناس كأنهم خطر ممكن يولعوا البلد، ولو حتى كانوا واقفين جنب بعض أكتر من دقايق. الصحافة كانت تحت رقابة شديدة وكاملة. الإنجليز كانوا يقدروا يمنعوا نشر أي مقالات معينة، يصدروا جرايد، يعتقلوا صحفيين، ويقفلوا صحف معارضة. فالهدف من قانون الرقابة على الصحافة كان إسكات أي صوت يحرك الناس، وده عشان الاحتلال كان شايف إن الكلمة كانت أسرع انتشار من ثورة في مصر. الاحتلال كان عارف إن الفلاح كان قلب مصر الحقيقي، وإن السيطرة على أرضه معناها السيطرة على حياته. عشان كده عمل قوانين للزراعة والضرائب.
فكان بيزود الضرايب بشكل مرهق عليه ويفرض زراعة القطن على حساب القمح والمحاصيل التانية اللي المصري بيعيش عليها. فبقى الفلاح يزرع عشان الإنجليزي يكسب وهو في الآخر يدوب يعيش. وروجر أويند في كتابه أكد إن القطن كان هدف بريطانيا الأول، والفلاح المصري كان مجرد وسيلة للوصول للهدف ده. الاحتلال البريطاني كان بيتعامل بمنطق اضرب 100 يخاف 1000، فقانون العقاب الجماعي مش قانون مكتوب على قد ما كان سياسة مطبقة. وأشهر مثال على كده كان حادثة دنشواي اللي اتكلمنا عليها من شوية. ولو شخص واحد بس غلط الكل يتعاقب، والقانون ده صنع خوف جماعي وخلى الناس تمشي في الشارع بحذر. ونيجي لقانون المحاكمات السريعة، كان أسرع من إن المتهم يفهم هو بيحصل له إيه. فالمتهم يتقبض عليه الصبح، يتحاكم الظهر، يتنفذ الحكم بالليل. فكان مفيش دفاع حقيقي، مفيش فرصة للكلمة. محاكم شكلها قانوني لكنها في الحقيقة كانت وسيلة للتخويف. المصريين اخترعوا طرق كتيرة قوي للمقاومة. ففي بعض المناطق المصريين كانوا بيعملوا حاجة خفيفة كده اسمها المقاومة الساكتة، يعني يطنشوا الأوامر، يأخروا تنفيذ التعليمات، يعملوا نفسهم مش فاهمين الإنجليزي أو يردوا ردود غلط عن قصد. والمحتل كان شايف إن ده قمة في الاستفزاز، بس المصريين كانوا بيستخدموه كسلاح من غير لا سيوف ولا بنادق. ورغم إن الاحتلال كان متقدم في السلاح والتنظيم، إلا إن أكبر خسائرهم في مصر كانت في الصعيد، وكانت بسبب الحجارة والطوب مش الرصاص. وده لدرجة إن بعض التقارير كتبت The local use stone with unexpected efficiency. ومن أشكال المقاومة إن ناس كتير وقت الاحتلال بقت بتسمي أولادها بأسامي ليها معنى ضد المستعمر بس بشكل مش مباشر، زي صابر، صامد، غالب، منتصر. كانت أسماء بريئة بس فيها رسالة مش بريئة. وبعد كل السنين دي، وبعد القوانين اللي اتكتبت عشان تحاصر المصري في أرضه، وبعد ما اتفرض عليه الصمت والخوف، فضل دايما في صوت جواه بيقول لأ. الصوت ده هو اللي كبر وبقى ثورة 1919، وهو اللي مسكتش لحد ما وصلنا لسنة 1952، اللحظة اللي فيها المصري رجع حكم بلده ليه وقفل آخر باب كان مفتوح للاحتلال. فتخيلوا لو واحد من الإنجليز وقتها اتنقل بيه الزمن وجيش في مصر النهاردة، أكيد كان هيتصدم إن كل اللي عملوه زمان اتحول في الآخر لمجرد صفحة في كتاب. والتاريخ دايما بيورينا إن الأزمة بتتغير، وإن لكل مرحلة ظروف وطريقة وأحداث حقيقية، وإن اللي فات مش بنرجعه علشان نعيده، ولكن عشان نفهمه ونستفيد منه. وده كان فصل واحد بس من حكاية الاحتلال البريطاني على مصر، واللي هنرجع نكملها في فيديوهات تانية. متنسوش اللايك والسبسكرايب عشان يوصل لكم كل جديد. كنت معاكم آلاء في سطر حضر.